محمد يا حبيبي عامل ايه؟ كويس يا عم. محمد يا حبيبي انا زعلان منك الصراحه. ليه؟ زعلان منك يا محمد عشان مش عايز تسمع كلامي وتاخد الفلوس وتسافر البلد وتروح تديها لاختك تتعالج بيها يا محمد. لا برضه. ليه يا حماد؟ بص يا حماده، انا لسه قابض وادوني زياده في المرتب، يمكن ده رزقك ورزق اختك يا حبيبي. اسمع الكلام يا محمد، خد الفلوس وروح سافر. انا قلت لك لا. ماشي يا محمد، على العموم براحتك براحتك، بس انا كنت عايز اساعدك. بس يا ابني عزة نفسك والكرامه اللي عندك زياده عن اللزوم دي برضو زي ما هي حاجه حلوه، برضو ممكن في يوم من الايام تخسرك احسن ما ليك. هتبقى مبسوط يعني يا محمد لو اختك حصل لها حاجه؟ قلت لك لا. ماشي، خد مني كيس الاندومي ده يا عم وخش اعمله جوه يلا. شوف. العفو. الواد ده على قد ما هو عنده عزة نفس بس مش عاجبني اللي هو بيعمله ده، كده هيضيع نفسه وهيضيع اخته معاه. انا هتكلم في التليفون لصاحبي محمود، هو الوحيد اللي هيفيدني. اعمل ايه؟ الو يا حود، عامل ايه؟ متضايق يا عم؟ طبعا متضايق، الواد مش عايز يسمع كلامه وياخد الفلوس برضه. اعمل ايه بس يا محمود؟ انا عايز اديله الفلوس واساعده والواد مش راضي. يا ابن اللعيبه، تصدق فكره حلوه؟ دي الحاجه الوحيده اللي ممكن ياخد فيها الفلوس ويبقى مقتنع وحاسس ان هو نفسه عزيز عليه. خلاص انا هعمل كده. جدع يا محمود، اقفل دلوقتي اقفل. محمد. لا لا. بص يا عم، هات كيس الاندومي ده كده عشان خاطر سمعت ان هو قرب يخلص، يعني قرب ينتهي صلاحيته. انزل ابدلهولك بكيس اندومي تاني، ماشي؟ خليك هنا وانا ايه بسرعه مسافه السكه. حبيبي يا ميدو. كده ليه؟ معلش يا محمد اتاخرت عليك. اصل انا دورت على الاندومي اللي انت بتحبه ده عند كذا حد بس ما لقيتوش، لحد ما لقيته لك عند واحد كده. امسك بقى يلا خد اعمله جوه، ولا اقول لك افتحه كده يمكن يا عم في حاجه تاني زي التاني. ايه ده؟ وريني. ايه فلوس؟ لقيت فلوس؟ يا ابن اللعيبه يا محظوظ، كسبت فلوس يا محمد. ثانيه لما نعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، كسبت 1000 جنيه يا محمد، كسبت 1000 جنيه. مبروك يا صاحبي. شفت بقى ربنا؟ عشان انت رفضت تاخد مني فلوس ربنا عوضك يا عم واداك فلوس اهو. امسك ال 1000 جنيه دول واركب ميكروباص على طول وروح البلد. لا برضه ليه لا؟ يا محمد يعني انا برضه ما رضيتش تاخد مني فلوس، دي فلوسي جات لك من عند ربنا يعني انا مثلا اكون حطيتها لك في الاندومي؟ يلا بقى يا محمد مفيش وقت، اسمع الكلام عشان ما ازعلش منك. يلا. برضه لا؟ ماشي يا محمد، هات وانا هرجع الفلوس دي للراجل والراجل ياخدها هو بقى. يلا خش. الواد تقريبا شك فيا وعرف ان انا كل ده بشتغل وبضحك عليه. اعمل ايه تاني عشان يقتنع؟ اعمل ايه تاني عشان يقتنع؟ بس جات لي فكره، هي دي الحاجه الوحيده اللي هتخليه يقتنع. جاي لك يا محمد. ايه يا بابا؟ ايوه يا محمد يا ابني، عامل ايه يا حبيبي؟ كويس. ليه يا محمد يا ابني ما بتسمعش كلام عمك؟ عمك زعلان منك قوي وبيشتكي منك قوي يا محمد. ليه؟ عشان مش راضي تاخد الفلوس منه. بص يا محمد، الفلوس اللي عمك بيديها لك دي فلوس بتاعتي انا، وانا كنت سايبها معاه. هاتها يا حبيبي وروح اديها لاختك التعبانه عشان تتعالج يا محمد، احنا محتاجين الفلوس دي ضروري. ماشي يا بابا. اسمع كلام عمك يا محمد، ما تزعلهوش منك. ماشي. سلام يا ابني، سلام. السلام عليكم. كويس. عامل ايه يا محمد؟ كويس. ها برضه لسه مش عايز تاخد الفلوس؟ خلاص اديها لك. هتاخد الفلوس يعني؟ وافقت يعني تاخد الفلوس؟ طب الحمد لله، بس ايه اللي غير رايك يعني؟ ليش بابا كلمني وقال لي ايش نانا؟ بابا اصلا ما انا عارف هو كلمني وانا قلت له اصلا كده كده الفلوس دي على فكره الفلوس اصلا بتاع باباك مش بتاعتي. ماشي؟ فانا ايه قلت اديها لك عشان خاطر تروح لاختك. بص بقى يا عم، الفلوس زي ما هي لسه اهي في كيس الاندومي. تروح دلوقتي وانا في واحد صاحبي سواق تاكسي هكلمه لك يوديك لحد باب البيت في البلد عندكم. تروح وتيجي تعيش معايا. انت عارف يا محمد ان انا عايش لوحدي
وان انت الوحيد اللي مسليني في الدنيا دي ومهون عليا. ماشي. يلا يا حماد، يا رب يا رب يجعل كل ده في ميزان حسنات يا رب يا رب. الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس، ويا ريت برضه تقولوا لنا في الكومنتات ايه العبره اللي انتوا خدتوها من الفيديو. ويا ريت اي حد جنبكم عايش جنبكم حد فقير حد غلبان وفايض منكم فلوس، يا ريت تساعدوه، عشان خاطر اللي بيقف مع الفقير في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه اخر كرم في الاخره. بحبكم جدا، ويا ريت يكون الرساله من الفيديو وصلت، والسلام عليكم. سلام.